دي المستشفى اللي عاملها. مكتوب جوه. احنا هنا في ضريح شيخ الشعراوي. مدفون هنا. ده المبنى الخدمي اللي عامله فيه مكتبه وفيه معايا هو مكتوب. بس ما فيش اهتمام خالص. لا هم بيوضبوا ده حاجه، دي مش حاجه حكوميه. ايوه اولاد اللي عاملينها، بس هو بيوضب دلوقتي عشان كده. عشان كده خلاص الشغل ما خلصش في مصاريف. لا هو خالص، بس هم بيوضب تاني بيجدد. عايزه تخشي افتح لك؟ هو ده بيته اصلا؟ لا ده المجمع اللي هو عامله مكتبه وضغط. تصورك الصوت. بصوا يا محمد، عايز اسرار الموصوله هتكون معانا ان شاء الله. يا جماعه يلا احنا كده هنلعب. مسجد وطريق محمد بن ابي بكر الصديق. تمام. المسجد والطريق احنا دلوقتي هندخل نشوف الخطه الجراحيه، والمسجد ده بينسب لمحمد بن ابي بكر الصديق. المسجد ده بناه احد الافراد، وهو المسجد طبعا مسجد قديم وده من تكليفه، وقعدنا في اثناء تفصيل في الفتره اللي كان بيتم فيها تجديد المسجد وانشاء المخزنه. كان في اثناء حفر الاساسات بتاع المخزنه في وجدوا صخره. الصخره دي بنشوفها دلوقتي ما زالت موجوده، وده كان تقريبا على بعد 6 امتار من الحفر. تمام. جنب الصخره لقينا في شاهد قبر او لوحه مكتوب عليها بالخط الكوفي هذا قبر محمد بن ابي بكر الصديق. طبعا هو الصحابي الجليل محمد بن ابي بكر الصديق، وده استشهد في معركه كان على احد قوات القائد معاويه ابن خديج، وده كان في مكان او قريه بالقرب من مدينه السيسينا اسمها المستاح. طبعا هو جاب الجثمان واتدفن في المكان ده، واتعمل هنا المسجد. طبعا المسجد ده مجدد والميزانه طبعا حديث اتعمل في 1950، ولكن ما زالت الضريح او القبه الضريحيه اللي موجوده هي موجوده. هي
هي مساحتها مش كبيره، هي متر في 50 سم، وحواليها حوالي مساحه 150 متر و50 سم. طبعا اتعمل عليها ماسوره خشبيه، وجنبها كده هنشوفها دلوقتي برضو الصخره. الصخره دي برضو ان هي صخره يعني مقدسه او مباركه، يعني حتى اهل القريه هنا لما بنعمل مثلا حلقات ذكر في المكان او كده، في بعض الناس بتعتقد الناس ممكن مثلا ليها حاجه مقدسه، او في ناس بتقول لو في حد عنده مشكله في الظهر او كده بيتعالج بيها. فدلوقتي هندخل نشوف القبه الجراحيه، وبرضه لو في اي استفسار اكون معاكم ان شاء الله. يعني بيعملوا ايه لو ضربوا هنعمل بتاعه على يعني في ناس بس يدخل ينام على الصخره. هو